كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور، وقل دائما الحمد لله، تعش دائما في سرور. ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، احمد الله على ما أنت فيه. السعادة لا تعني أن نبكي أو أن نحزن، بل أن نرضى بكل أقدارنا، ونملك القدرة على التعامل معها والتعايش معها شاكرين حامدين راضين. وما السعادة إلا قلب راض ونفس شاكرة، فالحمد لله دائما وأبدا. الحياة رحلة وليست سباقا، ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أقدارنا قد كتبت، وأعمارنا قد حددت، ورزقنا محسوب وبدقة، فلنمض في الرحلة ونستخلص منها العبرة. يقول ابن القيم رحمه الله: فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللرو وهو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور، وقل دائما الحمد لله، تعش دائما في سرور. ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، احمد الله على ما أنت فيه. السعادة لا تعني أن نبكي أو أن نحزن، بل أن نرضى بكل أقدارنا، ونملك القدرة على التعامل معها والتعايش معها شاكرين حامدين راضين. وما السعادة إلا قلب راض ونفس شاكرة، فالحمد لله دائما وأبدا. الحياة رحلة وليست سباقا، ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أقدارنا قد كتبت، وأعمارنا قد حددت، ورزقنا محسوب وبدقة، فلنمض في الرحلة ونستخلص منها العبرة. يقول ابن القيم رحمه الله: فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللرو وهو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور، وقل دائما الحمد لله، تعش دائما في سرور. ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، احمد الله على ما أنت فيه. السعادة لا تعني أن نبكي أو أن نحزن، بل أن نرضى بكل أقدارنا، ونملك القدرة على التعامل معها والتعايش معها شاكرين حامدين.